الله الرحمن الرحيم. أعضاء وعضوات نادي التوفيق للتنس، يسعدني ويشرفني بيوم الجمعة المباركة 7 من شهر ربيع الأول أن أخبركم بأننا عازمين على الترشح والفوز بإذن الله تعالى برئاسة مجلس إدارة نادي التوفيق للتنس. عادل عبدنا، محمد مصطفى مظلوم، مشهور بونجك السيكي. نادي التوفيق من أجل حياتنا وراحتنا، مدير عام نظم معلومات وزارة السياحة والآثار المصرية، إننا نسعى لخيركم وخيرنا وخير نادينا التوفيقية. شعارنا نادي التوفيق من أجل حياتنا وراحتنا، ليس إلا للاستزادة والتقدم ووضع أطر اقتصادية وأفكار تنموية للثقافة والاجتماعيات والبيئية. ومنطقنا هو نظم المعلومات المفيد لنادينا نادي التوفيق للتنس. إن نادي التوفيق للتنس من الأندية العريقة التي أسست 1896، ونسعى فيه لخيرنا وخير الجميع، ونتمنى دعمكم ومساندتكم أمام كوكبة من المرشحين المستقلين وكذلك القائمة. إننا نسعى لخيركم وخيرنا وخير نادينا التوفيق للتنس، وإننا نبلغ من العمر 55 عاما، نمتلك الخبرات ونمتلك الأمور الاقتصادية والترويجية والدعائية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والبيئية. ونشغل مدير عام نظم معلومات وزارة السياحة والآثار المصرية. عملنا بمكتب أمين عام مجلس الآثار أستاذ دكتور هشام الليثي حاليا رئيسا وأمين عام مجلس الآثار، وكذلك عملنا بمكتب وزير السياحة والآثار المصرية خالد العلاني، وحتى الاتصال السياسي ومجلس النواب. وكنا على كفاءة وأخلاق وعقل وتروي، وأخذنا خبرات إعلامية كثيرة في زمن الدكتور زاهي حواس 10 سنوات كاملة. كنا من المساهمين في إسراء العمل الأثري والعمل الثقافي والمتحفي. خضنا كثيرا من الأيام والليالي من البلاء والابتلاء، كسبنا الخير كله من عند الله عز وجل. ما زلنا نواصل الحياة ونتواصل معها من أجل أنفسنا ومن أجل خير الجميع. أعضاء نادي التوفيق للتنس جميعا لكم التحية والتقدير. نتمنى مساندتكم ودعمكم في يوم 18 من سبتمبر 2026 لنفوز بإذن الله تعالى وبمعونتكم وبتأييدكم، لأننا نملك الخير كله. ومن الساعة 7 حتى 9 مساء الانتخابات ستكون في هذا اليوم، يوم مشرق وجميل لجميع الأعضاء. أتمنى حضوركم 6000 جميعا من أجلكم وخيركم، ولا تتباطؤوا ولا تتخاذلوا، فإن القادم أجمل وأفضل معنا، لأن الأمور ما زالت وستزال في متناول الأيدي. وجميعا نتمنى لكم التوفيق والفلاح والنجاح لأولادكم. التحية والأجيال، وسوف نفعل حوار الأجيال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. أعدكم بالتفوق لنا